السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية لكم والعزة بكم والعزة بكل رجال النضال الوطني. أول حاجة حقيقة يعني إنه الواحد سعيد جدا بخطاب سيد الفريق أول رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الخطاب اللي قاعد يمثل وجدان الشعب السوداني، وده صوت كل سوداني ولسان حال كل سوداني. إنه ما في حاجة اسمها هدنة وهم معلقة في رقاب دماء كل السودانيين والمجازر والجرائم اللي قاعد يرتكبوا فيها في حق الشعب السوداني. وأنا أفتكر إنه ده الخطاب الشجاع اللي بمثل إرادة الشعب السوداني. الحاجة المهمة أنا شايف الميليشيا وللأسف يعني الحركة الشعبية بقيادة الحلو الآن قاعدين يجندوا في الشباب قصرا، شباب العباسية تقلي وشباب كرشولة، كل الشباب اللي موجودين في المدن اللي محتلة من قبل المتمردين للأسف قاعدين يجندوا الشباب ديل. وأنا بفتكر إنه الشباب اللي انتوا بتجيبون وهنا قالوا المحرش لأنه الشباب اللي جبتون ودايرين تزجوا بهم في المحرقة دي، أنا أفتكر إنه أول من توجهكم إليه انتوا، لأنه هم شباب ما عندهم لا ناقة لا جمل في اللي انتوا بتسووا فيه ده. فبالتالي من المفترض انه انتوا تخشوا انه البنادق دي توجه عليكم ويكفي اللي قاعدين تعملوا فيه ده. ونحن عارفين انه مقدرة المؤسسة العسكرية دي انها هي حتصلكم وحتصل مقاصدها، لكن اللي بتعملوا فيه في شباب السودان وخصوصا اللي موجودين في المناطق اللي انتم محتلينها من السودان، اتأكدوا انه الشرارة دي حتنطلق ضدكم. العزة للشعب السوداني ولا نامت أعين الجبناء، والله أكبر والنصر قريب. وانتم عارفين الآن إخلاكم لكثير من المناطق اللي انتم كنتوا محتلينها، وجيشنا بيجي وبيلقى لا يوجد أحد. العزة للشعب السوداني وبإذن الله منتصرين.